وانا بكتب القصه دي ما استوعبتش انها حقيقه، نهايه مش متوقعه. بص الفيديو ده استحاله تتوقع نهايته. السلام عليكم. تخيل معايا كده انك عايش في اسره اقرب ما يكون انها مثاليه، الامور كلها تمام وكل حاجه ماشيه زي الفل، وفي لحظه كل شيء يتغير بحاجه مش متوقعه. ظبط الجو وحضر الاكسبلور وان شاء الله يكون فيديو ممتع ويلا بينا. احداث قصتنا بتدور سنه 2010 لعيله فيتناميه اسمها عيله هان. العيله مكونه من 4 افراد، الاب والام والابن اللي اسمه فيليكس واخته جينيفر. ركز بقى معايا وما تتوهش. العيله دي قرروا انهم يسافروا لكندا ويستقروا هناك، عايزين يبداوا حياه جديده ويساعدوا ولادهم انهم يدخلوا كليات حلوه، وفعلا راحوا هناك واشتغلوا في مصنع لتجميع العربيات. بعدها بفتره ابنهم فيليكس دخل كليه الهندسه وكان فعلا متفوق وقرر ان هو يخش مجال الميكانيكا. اما بنتهم جينيفر فدي كانت ايقونه كده، يعني الطالبه المثاليه، كانت على طول درجاتها فوق الاي بلس، يعني فوق الممتاز. ده كمان كانت عازفه بيانو كويسه جدا واتكرمت اكتر من مره، وكانت رياضيه وبتحب الرياضه وبالاخص رياضه التزحلق على الجليد، وكان حلمها وهدفها انها تدخل كليه الصيدله. فزي ما انت شايف كده العيله مستقره ومفيش بعد كده، فلوس موجوده، عربيه موجوده، عيال شاطره موجودين، لحد ما جه اليوم اللي غير كل ده. يوم 28 نوفمبر 2010. في اليوم ده فيليكس كان بره البيت في السكن الجامعي، اللي كان موجود في البيت الاب والام وبنتهم جينيفر. في اليوم ده وبالتحديد الساعه 11 بالليل كل العيله كانت نايمه ما عدا جينيفر، كانت قاعده في الاوضه بتلعب على التليفون. فجاه الاب صحي لقى شخص مقنع واقف جنبه وحاطط المسدس على راسه وبيقول له ما تعملش صوت. الراجل المقنع ده كان معاه 2 تانيين، راحوا جايين مصحيين الام وخدوهم الاتنين ونزلوا تحت وفضلوا يهددوهم ويقولوا لهم فين الفلوس اللي انتم محوشينها، وعمالين يطلبوا منهم الفلوس، والزوجين عمالين يعيطوا ويقولوا لهم ان الفلوس كلها في البنك. جينيفر وهي قاعده سمعت دوشه، لسه بتفتح الباب وتبص لقت واحد من الحراميه مسكها ونزلها تحت. بعد الضغط على الاب والام وهم فعلا ما كانش معاهم فلوس، راح واحد من المقنعين ال3 خد جينيفر وطلعها فوق وربط ايديها ورا ظهرها وبعدين ربطها في ترابزين السلم، وبعدين راحوا واخدين الاب والام في اوضه لوحدهم وقالوا لهم وشكم للحيط، وال3 ضربوا عليهم نار قتلوهم في ساعتها وهربوا على طول. جينيفر لما سمعت الصوت اتصلت على طول بالشرطه وهي متأيده، وكلمت الشرطه وهي خايفه ومرعوبه جدا، وفعلا الشرطه وصلت ودخلوا وشافوا المنظر المرعب، الام مقتوله والاب بيطلع في انفاسه الاخيره. على طول خدوه المستشفى والشرطه خدت جينيفر علشان تحكي لهم ايه اللي حصل. جينيفر حكت لهم كل اللي انت سمعته ده، ولكن الشرطه لاحظت حاجه غريبه، ان تصرفات جينيفر مش طبيعيه، شويه تضحك وشويه تعيط، تحس ان الموضوع كده فيه تمثيل واوفر. علشان كده الشرطه خلت ضابط يراقبها، وفي الجنازه جينيفر ما ظهرش عليها اي نوع من انواع الحزن. لا ده كده في حاجه بقى، حصلت معجزه والاب فاق من الغيبوبه. قال للشرطه انه فاكر كل اللي حصل في اليوم ده، وقال لهم ان السبب في كل اللي حصل ده هي بنتهم جينيفر. جينيفر هي اللي رنت على العصابه علشان تقتل اهلها. معلش بقى كده انا مش فاهم حاجه، ازاي وليه؟ بص يا سيدي، جينيفر ما كانتش طالبه مثاليه ولا حاجه، ده كانت درجاتها كلها تحت الصفر، وكانت هي اللي بتزور الدرجات علشان تضحك على اهلها، وكمان كانت بتعمل نفسها راحه المدرسه وتروح لحبيبها، وزورت شهاده ليها انها اتقبلت في الجامعه وهي اصلا عماله تسقط في المدرسه. ففي يوم والدها اكتشف كل ده وانصدم، واداها اختيارين، اما انها تسيب البيت وتروح تعيش مع حبيبها او انها تكمل تعليمها ودراستها. واكيد طبعا رجعت للدراسه لانها هتروح تعيش فين، بس والدها كان بيراقبها ال 24 ساعه وكان حاطط لها قرارات صارمه، حقه طبعا، على طول بيفتش في تليفونها ويوديها المدرسه ويجيبها. فهي ما حبتش الوضع ده وقررت تنتقم منه، وتبين ان الموضوع كان عباره عن سرقه. خدت رقم العصابه من حبيبها، اتقبض عليها وعلى العصابه وعلى حبيبها واتحكم عليهم كلهم بالمؤبد. قصه مش متوقعه والقصه الجايه شبهها، استنوا الفيديو الجاي وبس كده.